يعني انتوا قلقانين عليها. هي قالت لي انا قلقانه جدا على الناس اللي بتسال عليا، والاخبار اللي عليا اللي بتتقال عندي مش دقيقه خالص، وانا عارف وانتوا عارفين، وهي قالت ده ما خبيتوش ان في عندها كيس على البنكرياس. وبعدين سالت فلقوا في مستشفى في المانيا متخصصه في البنكرياس، يعني ده تخصصها. فده كان يصح انها تروح تشوف ايه الحكايه. طب الكيس ده ايه؟ ممكن يكون حاجه مش كويسه. الحمد لله طلع ان هو حاجه عاديه، حاجه حميده خالص، مفيش اي، كل الكلام اللي بيتقال ده ملوش اي اساس خالص. الكيس طلع كيس حميد. عملوا لها منظار هناك في المانيا. المنظار من الفم، دخلوه من الفم، وصل عبر الامعاء لغايه ما وصل البنكرياس، شال جزء كبير من الكيس. لكن الكيس كبير. وطلع خلاص الحمد لله. وهي دلوقتي بتاكل خفيف قوي، بتتألم جامد جدا. ودي حاجه احنا عايزكم تدعوا لها جميعا ان يخف ربنا سبحانه وتعالى عن الالم. لكن بتقدر تقوم تتمشى شويه، تقدر تشرب كوبايه ميه، بتاكل حاجات بسيطه جدا، وان شاء الله تخرج بكره او بعد. مفيش اي حاجات خبيثه الحمد لله ولا اي حاجه خالص، كل الحاجات زي الفل. هي هتخرج بكره او بعد. طب هترجع بالسلامه امتى؟ لسه الايام اللي جايه مش قادرين نقول الاخبار بدقه، لكن ان هي لو خدت انتيبيوتيك في حقن في الدم طبعا هتضطر تقعد شويه. انما لو خرجت ومعاها انتيبيوتيك حبوب يبقى هتاخده وتطلع، واحتمال تيجي على طول ان شاء الله، لان الدكاتره لغايه دلوقتي القرار انه اللي فاضل من الكيس مش مزعج. قد نحتاج ان احنا نشيله في فتره من الفترات قدام، وقد ممكن تستمر بيه ما يبقاش فيه اي مشاكل، لكن عايز متابعه. يعني كل شهر 2 تعمل رسم وتشوف. حتى الدكاتره هناك قالوا لها اعملي الرسم في مصر، تمام، وابعتيه لنا. اذا كان الكيس مستقر ما بيكبرش خلاص ما عندناش مشاكل. انما اذا كان بيكبر او حاجه زي كده ممكن نبقى نتصرف معاها، لكن مفيش حاجه خطر الحمد لله خالص، وهي كويسه جدا وبتكلمني.